السلام عليكم خواتي. أنا بدي أحكي شيء كشاب من القدس مش من غزة، لابن بلدي اللي سوى عملته وحرق علم الجزائر. أنا بس بدي أوصل له الرسالة: أنت عمالك بتحرق عز شعب عقلنا، عز شعب اللي تموا في ظهرنا، مش أي شعب. أنت عمالك تحكي عن الجزائر. بتحكي عن الجزائر ضحت 1.5 مليون شهيد من أجل الجزائر، من أجل بس عشان يرفع هذه الراية اللي أنت حرقتها في نص غزة. هذا الكلام طبعا موجه إلك أول إشي، وأنا شخصيا ما بعرفك، أنا كابن القدس ما بعرفك وما بعرف مين أنت أصلا. الشغلة اللي هي أهم، أنا بقدم اعتذار لأهل الجزائر من ابن القدس واحد من فلسطين. الاعتذار هذا موجه لكل جزائري من الصغير قبل الكبير. احنا اسفين جدا، بنعتذر وإلنا روحكم إلكم، يعني خدوا روحنا، بس انه الشعب الجزائري ما يزعل من اشي اسمه فلسطين. احنا كدولة العرب نسيوها، يعني العرب ما اعترفوا فيها غير الجزائر، غير الجزائر بس اللي اعلنها ابو عمار من وسط الجزائر. بس هذا اللي بدي احكيه. شو انت بني ادم، انت تيجي تحرق راية الشهداء؟ طب اقسم بالله العظيم انه انا لما اطلع من البيت، هيها هاي هي رايتي اللي بمسكها وبفتخر فيها، بعتبرها بلدي. هذه هي، مش اي راية. انت عمالك تحكي عن الجزائر، وانا بفتخر بحالي انه في عنا لسه في ناس بيهتموا فينا من الدول العربية. نسيونا ونسيوا فلسطين، نسيوا دم فلسطين، نسيونا العرب. انت عمالك تحرق راي أعز عالم اللي بفتخر فيهم. ولا نسيت كلام ابو عمار؟ انت ان ضاقت بكم الدنيا اذهبون الى الجزائر فهناك رجال. ما حكى فيه نسوان، ما حكى فيه، استغفر الله العظيم، هناك في رجال حكى، بس في رجال. وانا كشاب من فلسطين من القدس بفتخر في هاي الراية وبحملها دائما معي. وبس هذا الشيء المهم اللي عندي، يعني كل واحد بعلق تعليقاته على عيني وراسي، بفتخر فيها اني اشوف تعليقات كحب الجزائر وفلسطين. كمان شوي العالم بتمسخر علينا. ليش ما انت مسكت اعدائنا الراية الصهيونية؟ ليش الجزائر انت ما لقيتش من 24 دولة او 22 دولة عربية؟ الجزائر ما هي اهل مصر مسكرين المعبر، مش راضيين يفتحوه، او الرؤساء في مصر. ليش؟ لا، بدي اعتذر وراح اعتذر. هذا لانه ابن بلدي. كمان شوي العالم تحكي شباب فلسطين بيحرقوا راية الجزائر والجزائريين ساكتين لهم. لا، انا هذا الفيديو خصوصي نزلته لاهل الجزائر مش لاكثر ولا اقل. بس هذا اللي احكيه. انا على فكره اللي زمان مش ناشر منشورات الي او انه تصورت صور الي بالقدس، لانه في شويه ظروف اللي ما خلتني اسوي هيك. بس هذا اللي احكيه. انا كشخص يعني بحكي كلماتي كحب إلكم فقط. وانا في بحسابي شغلة اصدقاء افتخروا فيها اللي انا سويتها وبفتخر في حالي. بس هذا اللي بدي احكيه. ما بدي احكي شيء غيره. يعني الشاب هذا الفلسطيني، ما بدي احكي انه هو مش من فلسطين، هو من فلسطين بس لكن ندل. وهذا كل شيء عندي. انا كأحمد الرجبي بعتذر نيابة عن اللي صار.
والشعب الجزائري بيطموا على راسنا من فوق. السلام عليكم للجميع.